السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي من الفيديو اللي فات. الكومنتات بتاعكم بجد فرحتني قوي قوي، وفرحانة قوي ان القناة بتاعتي بدأت تتشاف وبدأ يجي عليها كومنتات. واهم حاجة اهم حاجة ان الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها لكم بتعجبكم. يا رب دايما يكون عند حسن ظنكم. النهارده بقى طبعا البنات قالوا لي، بنوتي بقى الكبيره قالت لي اشمعنى يا مامي انتي بقى عملتي الاوضه بتاعتك، لا اعملي لنا الاوضه بتاعتي انا كمان. فقلت بقى ادلعهم. إيه طبعا برضو جبت قماش بقى مش عايزه اقول لكم انا جبته منين، انا قلت لكم الفيديو اللي فات. المهم جبت كده القماش. وانا بصراحه بحب افصل انا الملايات، لان الملايات اصلا الجاهزه انا بجيبها بلاقيها صغيره قوي على السراير. ف انا جبتها كده وفصلتها زي ما انا وريتكم في اول الفيديو. وكنت بوريكم ان انا عاوزه اجيب التسريحه بدل ما هي في نص السريرين، كنت عاوزه اجيب التسريحه لوحدها كده جنب الدولاب واضم السريرين، يعني قربوا شويه من بعض، لان انا كنت حاسه ان هما بعيد قوي عن بعض. البنات لما بيكونوا قاعدين عليه وانا قاعده معاهم او كده بحس ان احنا بعيد قوي عن بعض. فقلت برضو اضمه واشوفه برضو معاكم. النظام هيبقى عامل ازاي لما انا اقربهم من بعض. فحركت كده التسريحة، جبتها مكان السرير وجبت السرير هو اللي مكان التسريحة. هي الأوضة بتاعتي يا بنات ملهاش كومود، يعني مش معاها كومود. هي كانت سريرين بتسريحة بدولاب. فأنا هنا اهو ضميت السريرين كده قربتهم من بعض و... وحطيت التسريحة زي ما قلت لكم مكان السرير، وكنست كده كويس من وراهم ومسحت حلو. ونضفت الدنيا يعني وراهم. وهنا بقى نفضت كده السرير ولمعته كويس بالمناديل دي. انا قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات ان انا بصراحه بقيت بحبها قوي، مش ما عدتش بحب ان انا استخدم السبراي وكده. المناديل سهله وبصراحه بتلمع جدا، بتخلي الخشب تحفه، ومع الخشب الابيض كمان اول مره امسح بحاجه واحس ان هو نضيف فعلا. ايه رايكم بقى في الملايه القمر دي؟ عمايل ايدي طبعا. بصوا يا بنات عاملين ايه في السرير؟ اقسم بالله انا معايا بيبي شهر سنه ونص. انا عايزه اقول لكم اقسم بالله العظيم ان هي ملففاني حوالين نفسي وتعبالي اعصابي. الشقه دي ما بتنضفش ثانيه بسببها، اقسم بالله هي اللي عامله في الاوضه كل الكلام ده. يعني انتوا الاوضه اول ما شفتوها انا بس سبتها براحتها على ما اخيط الملايات، كانت وصلت للدرجه اللي هي فيها دي. طيب هنا بقى الطقطقه اللي في النص دي كانت عند مامتي قديمه كده مش بتستخدمها، فانا خدتها وعملتها ابيض. دهنتها ابيض وحطيتها كده ما بين السريرين، يعني بدل الكوموت وكده، وحطيت على مفرش فرو. انتوا قولوا لي ايه رايكم بقى؟ الاوضه كده احسن ولا الاول لما كانت التسريحه في النص احسن؟ وكمان وسعت الدنيا كده جنب الدولاب عشان يحطوا اللعب وكده ويلعبوا بيها. هنا قلت بقى كنست كده الأوضة كلها. وطبعا بنوتي الكبيرة لمعت لي الدولاب. وانا كنت بكب مية على قد خالص عشان كان في حاجات طبعا تحت السرير وكده، خفت ان هي تتبل. بس يا بنات وهفرش بقى بديل السجاد، والمشايات بتاعت غرفة الأطفال كانت عندي برضو هفرشها. وعايزاكم بقى تقولولي رأيكم في الأوضة لما أنا غيرت النظام بتاعها، عرفوني كده أحلى ولا الأول كانت أحلى. هو طبعا الفيديو صغنون كده، صورت لكم الحاجات بس المهمة اللي فيه عشان ما يبقاش طويل قوي. وأتمنى يا رب يكون عجبكم. ولو اول مرة تشوفوني ياريت تعملوا لايك وسبسكرايب في القناة عشان تنضموا لعيلتنا الصغيرة هنا. هتوحشوني قوي، وبإذن الله الفيديو اللي جاي يكون أجمد من ده مليون مرة. وبإذن الله كل فيديو كده أنزله يعجبكم أكتر من الفيديو اللي قبليه. هنا بقى أنا خلاص فينش كده، وكنت بوريكم اللعب أنا حطاها جنب الدولاب. باي باي.